كابتن صبري من يوم مدير الفني النادي المصري، اهلا بحضرتك في شبكه وقائع اليوم. اهلا بيك. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. كابتن صبري، قبل اي حاجه انا عايزك بس حضرتك تطمني على الفريق قبل ملاقات النادي الاسماعيلي، خصوصا ان المباراه طبعا ديربي. والله ربنا يكون في عون اللعيبه. والله العظيم ربنا يكون في عون اللعيبه. انا الحمد لله التدريبات ماشيه كويس وكده، بس في حاجه لازم الناس تعرفها والاداره تعرفها، الحاله النفسيه للعيب. يعني انا بجهز اللعيب ازاي؟ سيبك من الجهاز الفني. الجهاز الفني ده يترمي في داهيه مفيش مشاكل يعني. لكن اللعيبه اللي هتلعب في الماتش بيبقى ليها اعداد نفسي كويس جدا يعني دي 5 مرات على الطريق. 5 مرات قبل كل ماتش يتصلح الجاب مدير فني جديد. ان في مدير فني قبل الماتش بيومين 3. وانا ما اعرفش ايه المقصود يعني. انا بصراحه انا مستغرب والله العظيم ما انا عارف يعني هو ما فيش قرار ان الجهاز يمشي، او يعني صبري المنياوي بالذات يمشي. ما فيش قرار، تمام، وما فيش جديد. طب الشوشره على الفريق لزومها ايه؟ ايه الغرض من الشوشره دي؟ انا مش عارف. انا مش مصدق بصراحه. والله ما انا مصدق. وخلي بالك بالمره الاخيره انا هقول لك يا عمرو، لولا ثقتي بربنا سبحانه وتعالى ثم ثقتي في نفسي كبيره جدا، انا ما كنتش عايز اتمرن ولا كنت وقعت. وخلي بالك في ناس اكبر مني فنيا وسنا وكده، لو هم في الموقف ده هيدمروا. بس انا في حاجه مهمه جدا انا بقى يعني ببص لها، ان انا شغال في النادي المصري لحد دلوقتي. النهارده انا شغال في النادي المصري، فلازم اشتغل بكل طاقتي. انت فاهم؟ بس هل ينفع يعني في ايام من ضمنها النهارده انا مش عارف يعني انا بقوم الفجر اصلي واعمل كوبايه نسكافيه كده وبتاع، وبعدين اقعد اشوف شغلي الغياب بتاع امبارح والتمرين كان ايه، وبعدين اجهز التمرين بتاع الشغل. من ضمن في ايام حصلت كتيره جدا انا مش عارف انا رايح تمرين ولا. ومع ذلك بستغفر ربنا طبعا، وبعدين اجهز تمرين، لان ده شغلي اكل عيشي، وانا بحلل اكل عيشي للاخر درجه. فبجهز برضه الشغل وكده، وباجي على فضل الكريم يعني. طب كابتن صبري، طبعا كان بالامس احمد حسام ميدو طلع في احدى البرامج الرياضيه وصرح انه قال ان الاستاذ ياسر يحيى رئيس النادي قعد مع احد الفنادق واتفقوا على بعض بنود العقد على اساس هو هيجي يمسك مدير فني للنادي المصري، وقال لك ان هو هيمسك بعد الاسماعيلي. انت شايف ده ازاي؟ طبيعي، انا شايفه طبيعي من الاحداث اللي انا بشوفها على طول. هو في 5 اجهزه اتعملت قبل كده، اخرهم احمد حسام يعني. ف يعني خلاص انا اتعودت على كده، ده طبيعي يعني. خصوصا طبعا الكلام اللي اتقال ده قبل ماتش الاسماعيلي يعني. بص يا عم، احنا قبل ماتش الزمالك الدوري لسه ما هيبدا، فبرضه قالوا الناس ان هيحصل تغيير في نادي الجهاز الفني. بدانا الزمالك، وماتش الزمالك ده انا مش عايز اتكلم عنه، لان ماتش الزمالك يعني كان له ظروف. لا مش ظروف، لا دي اخطاء. ولو كنت انا مشترك في ناحيه فنيه، ده في اخطاء كتيره جدا ما بتحصلش في اي نادي يعني. ماتش الزمالك، ومع ذلك انا ما كلمتش ومش هتكلم. ماتش الزمالك تاني ماتش لعبنا الشرطه، كان في جهاز بس احنا لعبنا الشرطه وبتاع يعني. كان قبل ماتش الشرطه اتقال ان في جهاز. اقول لك هو مين؟ جهاز كابتن انور. وبعدين المشروع اتلغى، وبعدين كان حصلت مهزله هنا. ثاني يوم ماتش الشرطه احنا جايين بنتمرن، حصلت مهزله مش هتكلم عليها، مهزله قدام اللعيبه والجهاز الطبي والفني والاداري وكده. خلصنا ماتش الشرطه، كان ماتش الشرطه قبل الدجله كان في جهاز تاني، جهاز الكابتن زيد. وبعدين خلصنا الماتش وكنا كويسين، فالناس يعني كانوا مبسوطين من الاداء والحاجات وانا قلت للناس يعني
انا مدرب كوره وعارف شغلي كويس جدا، وبقول للناس ماتش الزمالك اللي احنا كنا وحشين جدا قلت لهم بالمصري جاي، بس الظروف تبقى كويسه، احنا بنحارب. خلصنا ماتش دجله تمام، ودخلنا على ماتش الاسماعيلي ريحنا، ودي كانت فرصه كويسه جدا. لو انت عايز تغير ما غيرتش ليه ما بين دجله والاسماعيلي، احنا كنا مريحين الماتش ما غيرتش ليه. جاء قبل ماتش الاسماعيلي جاء الكابتن محمد صلاح، كل ده خلي بالك قبل الماتش بيومين او ثلاثه، واتقال لي هنا في الاوضه دي كابتن هيكلموك النهارده عشان ينهوا التعاقد. هيكلمك الدكتور شريف عشان ينهوا التعاقد. قلت له ماشي. كلمني فعلا الدكتور شريف ونزلني من بيتي على بيت لابينو وما جاش، وبعدين كلمته قال لي انا 10 دقايق وجاي لك انا وتفسير. ما جاش ساعتين، وانت عارف انا بنام بدري. هو كابتن سيف. وانت عارف انا بنام بدري يعني. هو الدكتور شريف كلمني زي ما قال لي بالظبط ان هم هيكلموك، الدكتور شريف هيكلمك عشان ينهي التعاقد. فقلت له ماشي. كلمني فعلا الدكتور شريف الساعه 8:15 قال لي 9:15 نتقابل. نزلت لبست ونزلت مفيش. كلمت التليفون قلت له موجود انت مش موجود، قال لي انا 10 دقايق وهدي. قلت له طب انا لابس، انا بيتي جنب بيت لابينو، انا هقعد في بيتي، اول ما تيجي حضرتك كلمني. لحد الساعه 12 ما كلمنيش، يعني ساعتين ما جاش ولا كلمني. فكلمت الكابتن سيف وقلت له يعني هل تتخيل هذا الكلام؟ هل تتخيل ان عضو مجلس الاداره يتكلم مع المدير الفني ويقول له انا جاي لك بعد 10 دقايق يقعد ساعتين ما يجيش؟ وانت عارف بقول لك انا بنام بدري، يعني الساعه 9 دي انا كنت ببقى في عز النوم يعني. ف برضه مديني من ضمن الايام انا قايم الصبح انا مش عارف ايه المفيد. تاني يوم يا كابتن قمت صليت الفجر وبتاع، اعمل تمرين ولا ما اعملش؟ انا هشتغل ولا مش هشتغل؟ ما هو بس الناس لازم تفهم هذا الكلام يعني. جماهير الاترس اللي بتطالب ان الجهاز يتغير لازم تفهم هذا الكلام. ليه ما اتغيرش الجهاز ايه لحد دلوقتي؟ انا مش عارف. المهم فجاء الدكتور شريف هنا، رحت سلمت عليه وقال لي انا اسف جدا بصراحه امبارح كان عندي ناس. وما تزعلش يعني، انا بس عايز اقول لك ان احنا عايزين ماتش الاسماعيلي مهم جدا. قلت له انت كنت عايز عشان كده، انت كنت عايزني عشان تنهي التعاقد، انت كنت عايزني عشان تنهي التعاقد عشان محمد صلاح النهارده الصبح بدري واحد كلمني في التليفون وقال لي محمد صلاح اعتذر له وانت حضرتك ما جيتش. والله قلت له لا ده اللي حصل. فطبعا دخل بقى فيا دخله ثانيه وقال لي يعني انت احنا مش عايزين كابتن سيف قال لي احنا يعني ما هو احنا بقى لازم الماتش الجاي نكسب عشان احنا خايفين عليك من الجماهير. خايفين عليك من الجماهير؟ فقلت له انت بتهددني ثاني؟ قال لي هو ايه الاولاني؟ قلت له الموقف اللي حصل بعد الماتش انا مش هتكلم عليه لان انا كنت عايش في النادي المصري، مش هتكلم على الموقف ده. ما اقدرش اكلمه، ما اقدرش اتكلم عشان ما اقدرش اغلط في النادي المصري. تمام؟ قال لي لا وبتاع مش عارف. قلت له ما بتهددش، انا ما بتهددش من حد. في كارت اولاني وبعدين انت جاي دلوقتي بتقول لي احنا خايفين عليك عشان من الجماهير. ما هيعملوا ايه فيا يا جماهير؟ هيعملوا ايه فيا؟ هيجوا يضربوني ولا هيجوا يشتموني زي ما شتموا هشام كده؟ انا راجل مش صغير. انا مش صغير. ف رحنا السويس، سافرنا عشان ماتش اسماعيلي وتأجل الماتش وجينا 3 ايام قبل الماتش جهاز الكابتن. انا مش عارف والله يعني رفضا في النادي المصري. انت عايز غير انا ما عنديش مشكله والله. انت كده بتشرح بالفرقه. هو يعني مفكرين ان انا لما اتغلب هيسيء صبري المنياوي؟ ده كل المدربين في مصر واللي بيشتغلوا في مجال الكوره
عارفين صبري المنياوي وجهازه متقطع ازاي، وبيشتغل تحت ظروف صعبه جدا، ولا يهمني اي حاجه. انا ما يهمنيش، لان انا بقول لك اولا واخيرا يا عم، انا واثق في ربنا ثقه كبيره جدا، انا مش هاخد نصيبي ومحدش يقدر يضرني. وبعدين انا واثق في نفسي جدا زياده، يعني انا مش عايز اقول لك، انا مش عايز اغلط في حد من زملاء، انت فاهمني؟ كفايه اللي الكابتن طارق العشري قاله لهم امبارح بالليل في التلفزيون. ابقى اسال، كفايه اللي قاله لهم يعني. فانا مش عايز مش عايز اتكلم على حد من زمايلي. انا صبري المنياوي استغفر الله يعني يمكن سنه، انا 29 سنه تدريب، واتمرمطت في انديه كتير قوي، واتمرمطت في الكوره، وانا كنت لعيب نادي الزمالك، لعيب دوري تمام، ولعيب في نادي الاسماعيلي، فانا مش قليل. يعني رأفة بلعيبه النادي المصري كفايه اللي هم فيه، كفايه اللي اللعيبه فيه. اللعيبه دي لازم تبقى ايد واحده، ولازم تبقى كويسين، وحالتهم النفسيه تبقى كويسه، ولازم الجماهير بتطلب منهم العبوا يا رجاله، ما تخافوش يا رجاله. ده انتوا بتقطعوا في الفرقه، ده انتوا بتشرحوا الفرقه. احد الهتافات اللي بيقولوها القدر. ايوه، مش هسيبك من القدر، انا بقول لك يعني القدر بيطلبوا من اللعيبه كده. خلاص اللعيبه وصلت لمرحله نفسيه كويسه الحمد لله، وبنقطع فيها. ان انت تتكلم على الجهاز الفني ده، انت ما بتكسرش في الجهاز الفني، ده انت بتكسر في فرقتك. قول لي يعني بالعربي كده، يعني معناه ايه اما صبري المنياوي هو القائد بتاع الجهاز ده ويكلم لعيب او يزعل اللعيب؟ انت عايز ايه من اللعيب؟ هيحصل ايه؟ هيحصل تجاوب يعني؟ خلاص انت بتكسر في الجهاز، يعني بتقطع في الفريق. ف انا يعني والله انا يعني اقول لك ايه، يعني النادي المصري صعبان عليا، صعبان عليا النادي المصري. كابتن صبري، بعد الاحداث المثيره للجدل الفتره الاخيره للنادي المصري، يعني مش عارف اقول لك ايه، بس تحب تقول ايه مثلا لجماهير النادي؟ لا ما بقولش جماهير النادي حاجه، انا ما بقولش جماهير النادي، انا بقول لاداره النادي رأفة بالفريق. انا مش هيهزوني، محدش يقدر يهزني. انا اشتغلت في ظروف اصعب من كده 50 مره. الحمد لله انا واقف على رجلي، يا كابتن احمد عارف، واللعيبه عارفه احنا واقفين بنضحك في الملعب، وواقفين رجاله، وواقفين زي الاسد. لكن الكلام ده مش هيضرني انا ولا جهازي، هيضر اللعيبه وهيضر الفريق. بس انا قلت لحضرتك يا اسلام، كان في فتره كويسه جدا يعني ما غيرتش الجهاز. كان في مرتين ثلاثه اربعه ودي خمسه اعلنت ان انت عايز تغير الجهاز، ما غيرتوش ليه؟ لو ميدو جاهز ما دخلتوش ليه النهارده؟ يجي النهارده جمعه وسبت وحد 3 ايام، ما دخلتوش ليه؟ بس لكن هو شوشر على الفريق، انت يعني بتهدم النادي. كابتن احنا رحنا ماتش الزمالك، اللعيبه ده مش ماتش، احنا كنا رايحين للمولد بتاع سيد بدوي، ماتش الزمالك، ومع ذلك انا اللي قلت انا السبب، انا السبب. الامور لازم تبقى يعني في دراسه وفي كلام علمي يتقال ويتعمل، انا ما عنديش ابدا اي مشكله والله. انا كنت عايش في النادي ده ولسه باكل عيش لحد دلوقتي، واللي يهمني اولا واخيرا النادي، انا ما يهمنيش اي حد، اللي يهمني النادي. كابتن صبري، نتمنى لك يا رب كده كل التوفيق ان شاء الله، وانت طبعا من ضمن المدربين المحترمين اللي غبار عليهم، ونتمنى لك يا رب كل التوفيق باذن الله رب العالمين. والله يا عمرو انا اتمنى، انا عمري ما اشتغلت في نادي او رحت بلد يعني زي بورسعيد وكده، الا عمري ما انسى ان انا كنت عايش في البلد، ان انا كنت عايش في النادي ده. النادي ده فتح بيتي، عمري ما انساه. وفي حاجات انا مش قادر اتكلم يعني، لان انا لو اتكلمت ابقى راجل مش كويس. اللي يتكلم عن اسرته يبقى راجل يعني متخلف. دي اسرتي دلوقتي، انا منتمي للنادي المصري،
وانا مش هفتح بقي الكلمه، بس رأفة بالفريق، رأفة بالنادي. يعني الاداره مشكوره، بيتعاملوا معانا كويس قوي بصراحه، وكلهم حبايبنا وكلهم يعني. بس لكن توصل لهم رساله كده. ما انا بقول يعني انت عايز تغير غير. كان في ظروف كويسه جدا اكتر من مره تغير، انما ما ينفعش 5 ماتشات قبل الماتش بيومين 3 يطلع جهاز فني جديد. وعلى الملأ اديك شفت يعني صفحه جمهور بورسعيد، مراتي النهارده كلمتني بعد الفجر وقالوا ان هو العالمي جاي. ف دي صفحه جمهور بورسعيد، صفحه جمهور بورسعيد، جمهور بورسعيد اللي المفروض يبقى ظهر الفريق وظهر الجهاز وكده. بس وبعدين الجهاز ده اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقه ان هو جه النادي المصري، وفي اجهزه كتير رفضت كتير طبعا. وده استغفر الله العظيم، يعني مش ان احنا يعني بنتكرم على النادي المصري، لا النادي المصري شرف لكل مدرب، وشرف ليا ان انا موجود في النادي المصري. انت فاهم يا عم؟ انا مستغرب، ودي حاجه جديده عليا في التدريب كويس، هتضاف لخبراتي اللي انا شفتها قبل كده، بس دي حاجه جديده خالص، حاجه جديده انا ما قابلتهاش في حياتي يعني. وطبعا يعني انا بتعامل مع لعيبه يعني مش عارف، انا بتحسس على اللعيبه. مش شايف يا كابتن ان اللعيبه فيها تخاذل بعد ما سمعت ان الجهاز الفني صراحه خالص رايح جاي خالص، بس في بوادر. ما هو خلي بالك دي بدايه حاجات مش كويسه، ده غصب عن اللعيب، غصب عن اللعيب. حصل من احد اللاعبين قبل كده وانا قلت له قدام زمايلي، قلت له عشان اللي بيتقال كذا كذا كذا، فانت انا مش خايف من الكابتن فاهمني. ففي حاجات عمرو يعني بتترتب على هذا الكلام ضد الفريق، لكن هم اللعيبه في منتهى الاحترام يعني كويسين جدا. وانت عارف انا دايما بقول ايه على اللعيبه؟ طبعا بقول ايه؟ محترمين، بقول رجاله تمام. بس الاستمرار في الكلام ده يعني زي مثلا بيقول لك المال السايب يعلم السر. انت فاهمني؟ هم لو شايفين الامور يعني هيمشي يعني اوفر بقى يعني احترامي وخوفي للمدرب اللي جاي، وده مش كويس عشان خاطر النادي. انا بقول لك انا مستغرب بصراحه. وانا قدام منك نماذج كتير كابتن انا بقول لك انا عندي 29 سنه تدريب، وحصلت حاجات انت فاهم. بس انا بقول لك اللي جاي وحش، اللي جاي مش كويس، مش عارف السبب. الكلام اللي بيحصل ده كلام خطير جدا، وكلام يعني انا مستغربه جدا. وانا والله العظيم انا مش عارف يا عم لحد دلوقتي صبري مياه مشيش. انا مش عارف، انت عارف حاجه ومخبيها عليا؟ قول لي بس عشان انت بتحب النادي. لا هم ما مشوش صبري مياه ليه؟ ده طبعا يعني. بص انا مش هسيب شغلي، انا عمري ما اتعودت ان انا امشي يمين. السنه اللي فاتت انا باقي 3 ماتشات في الدوري ورئيس نادي مشاني لسبب خلاص يعني. فانا يعني انا لو انت عارف قول لي يعني ليه لحد دلوقتي صبري المياوي ما مشوش يعني. انا عايز اعرف، انا مستغرب من الحال يعني. ولو عرفت حاجه بقول لي الله يخليك، عشان بس يعني مش عارف والله ما عارف والله. هو في طبعا تضارب، طبعا نتمنى ربنا بس التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله، خصوصا ما اعرفش طبعا المباراه اللي جايه الجماهير المصري فوجئت المصارحه وبتعلن حتى على الصفحات الرسميه على احدى المواقع التواصل الاجتماعي بتطالب الجهاز الفني واللاعبين في هذه الظروف ال3 بونت من الاسماعيلي. فين يطالبوا ازاي الجماهير، يطالبوا ازاي اللعيبه وهم اصلا اللي بيطلبوا التغيير؟ ده هم ورا الاداره على طول عايزين نغير الجهاز، ما تغير يا اخي، وخلي بالك انا ما بقولش جماهير بورسعيد، لان في ناس في الشارع عارفه الظروف بتاع الفريق كويس جدا،
اما بيقابلوني بيتكلموا كويس جدا معايا جدا جدا يعني الناس العاديه. فانا يعني مش عارف اقول لك والله العظيم يا عمرو، انا مستغرب الموضوع والله. مصلحه المصري مش في كافه وحاجه ثانيه في كافه، مصلحه المصري بس يمشي صبري المنياوي ولا يمشي فلان ولا يمشي فلان، مصلحه المصري بس اللي تبقى موجوده. انا مش شايف الكلام ده اللي انا بقوله لك ده، انا مش شايفه بصراحه يعني. مصلحه المصري مش محطوطه هي كل حاجه. انا مش عارف ايه الموضوع يعني. وخلي بالك انا ما بكلمش مع حد، وزي ما انت شايف عارف انا هطلع دلوقتي اصلي العصر اقعد في بيتي، لا بتكلم مع حد ولا بقرا نت. مراتي بتقول لي بعد الفجر فلان اتكلم عليك كذا كذا، وجمهور بورسعيد اتكلم عليك كذا كذا وكذا كذا. وصلوا لك كل يعني ولادي زعلانين جدا ومش عارف ايه كابتن حمام مش عايز يجي تمرين تاني وكابتن سيف يعني خلاص يعني كلمني النهارده اشتكاني مر الشكوى الصبح. مش عارف انا اقول لك ايه، بس ومع ذلك انا بقول لك انا بنزل الملعب وجاي شغل كويس وبشتغل بما يرضي الله ورسوله. نتمنى لك كابتن كل التوفيق، ومتهيألي كده رساله كده وصلت للاداره وجماهير النادي المصري. شكرا يا كابتن. الله يخليك، شكرا.